الأحمر بطاقة تعريف للأهلي، تجده حتى لونا متحركا وقت التعبير عن الثناء والرد عليه. عند مناصر الترجي كل المسافات تصبح مختصرة إذا تعلق الأمر بفريقها. التشجيع لا حدود له. الأهلي كل لقب ينظر إليه بعين نسر. حين تجلس مراقبا لحلمك سينافسك من يقف راغبا لتحقيقه. بدأت التساؤلات مبكرا. الإجابة كانت بعد 4 دقائق. رأسية من رامي ربيعة اصطدمت بروجر أهولو. كل من ارتدى الأحمر جرى غير مصدق. المدرجات كان صوتها واحد. الفرح المفاجئ، ردة فعله مفاجئة أيضا. وصل الأهلي هجماته بخطى متسارعة. جرى إمام عاشور بأحلامهم نحو إضافة الثاني. لم ينهي الهجمة كما تمنى، ولم تنتهي كرة وسام أبو علي في الشباك. بسطت الحيرة رداءها على مدرب الترجي. في الوقت ذاته كان حسين الشحات يحضر في نفسه للوصول إلى الهدف الثاني، والحارس منميش صد ورد. أنا أراك. من رأى كولر أحس بتوتره، ولاعب الترجي بحثوا عن المنفذ الأقرب للعودة في النتيجة. أول محاولة كانت من تسديدة بعيدة المدى، كانت تحذيرا أوليا. بدأ القلق يسيطر على الجميع. ازدادت حدته قليلا عند مناصر الأهلي. هجوم الترجي رفع من نسبة خطورته، وكرة يانصاص اتجهت إلى مكان بعيد عن أمنيته. الخوف يصعب عليك الجلوس، بل يتركك واقفا حين تبحث عن الحلول المستعجلة. كاد كل هذا التفكير يمر جانبا. إمام عاشور تجاوز من كان أمامه ولم يوقفه إلا الحارس منميش. تضاربت المشاعر بين من يريد الحفاظ على النتيجة وبين من يترقب العودة. بعدها استعد مجدي أفشة لتثبيت تتويج فريقه. الصدمة كانت كضربة حديد. ما خففها أن الأهلي كان متفوقا. بعد الصافرة جرى ربيعة مبتهجا كفرحة هدف التتويج. الفرحة لها طرق متعددة، وخسارة اللقب وقعها لا يحتمل. هنا لا حدود بين المحتفلين، كلهم مطاوع للآخر. الأهلي أعاد صباغة أبطال إفريقيا بلونه.